في قطاع الإعلام، حيث أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عدم التزامه بالاتفاق الممضى أمس بين الحكومة والنقابات الأساسية لمؤسسة التلفزة التونسية، والذي تم بمقتضاه إلغاء الإضراب المقرر اليوم الخميس في التلفزة التونسية. وقال البيان إن الاتفاق قضي فيه الصحفيون ونقابتهم أدى إلى النزول بسقف المطالب المبدئية والمتعلقة أساسا بالتعيينات وبحرية الصحافة والتعبير والإبداع. كما أكد المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين رفضه اعتماد مبدأ المحاصصة عوض مراعاة المعايير الموضوعية والدولية لحرية التعبير والصحافة واستقلالية المؤسسات العمومية. وكان قد تم أمس إمضاء اتفاق بين الحكومة والنقابات الأساسية لمؤسسة التلفزة التونسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تعلق بالتوصل إلى صيغة لمجلس إدارة المؤسسة وتوحيد هيئتي التحرير بين القناتين الأولى والثانية والترفيع في قيمة تذاكر الأكل.